السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة هتكلم عن مباراة لانس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي للأسبوع ال16. طبعا مباراة هتبقى مرتقبة ومهمة جدا ما بين صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الأولاني. لانس طبعا في المركز الثاني ب39 نقطة، ليه 27 هدف وعليه 10 أهداف، جاي من فوز أخير على نيس. دي لعيبة برضه مفضلة حلوة. لويس برضه لعبه هدافه كده، تحس ان هو برضه لاعب مميز كده، يعني هيبقى خطر جدا على فريق ماما باريس سان جيرمان، وبالاخص نافاس. لو جينا بصينا من لما تاني نلاقي باريس سان جيرمان في المركز الاول طبعا ليه 44 نقطة، ليه 45 هدف وعليه 10 اهداف، وجاي من فوز اخير على ستراسبورج 2-1 بفضل كليم مبابي ونيمار. طبعا اللي انطرد مش هيلعب المباراة دي، هتبقى بس يعني عندك أشرف حكيمي راجع وميسي، هيبقى في وضع تاني كده. طبعا هداف البطولة طبعا بما إن اتكلمنا عن باريس سان جيرمان فهو كليم مبابي 13 هدف، ليه نيمار 11 هدف. مباراة تبقى جميلة إن شاء الله. طبعا على قناة بين سبورت، تبقى يوم الأحد 21/23 الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة. نتمنى تكون مباراة قمة كده ما بين الفريقين، ويرجع الدوري الفرنسي كده زي زمان كده، ويبقى لها طعم خاص إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.